أهم حاجة الأمهات بتسألني عليها لما بشوفهم في العيادة أو بشوفهم في المستشفى في الرعاية المركزة أو في أي مكان عن تطور الطفل، ويا ترى طفلي هيبقى طبيعي مش هيبقى طبيعي. ودايما أقول لهم إن الأساس بتاع أي طفل في النمو بتاعه والتقدم بتاعه هو البيئة المحيطة بيه، بس أهم حد في البيئة هو الوالدين. علشان كده مهم جدا البيئة اللي بتحيط الجنين، الظروف اللي الجنين بينمو فيها جوه بطن والدته، وبعد كده لما بيتولد كل المداخلات الحسية اللي الطفل بيتعرض لها، لأن دي الأساس بتاع التعليم. لو تخيلتوا إن الطفل هيوصل لمرحلة ذكاء معين وعايزين نتعلم، هتلاقوا إن قاعدة المثلث هي الخمس حواس. وعايزة أبقى أكلمكم في حلقات في المستقبل عن الحواس الخمسة دي وإمتى بتتكون. بعد ما الحواس الخمسة دي بتيجي، ودي حاجة مهمة قوي هكلمكم عنها، وإزاي نساعد طفلك في إن الحواس الخمسة دي وإن كل التطور الحسي حواليه ينمو بطريقة طبيعية، عشان بعد كده الحركة بتيجي، معرفته اليمين من الشمال، حركة الإيد اللي بنقول عليها فاين تيونينج، يعني الحاجات بقى اللي هنظبطها عشان الطفل يوصل للذكاء. فساعات بلاقي الأهل مثلا بيقعدوا يعلموا عيالهم من أول ما يتولدوا ألف ب ت 1 2 3. مش هو ده أهم حاجة في حياة الطفل في أول سنتين في العمر. أهم حاجة اللي عايزة أبقى أكلمكم عنها هو التطور الحسي، والأم والأب محبتهم للطفل، وإن يحصل ترابط بينهم بطريقة صح وبطريقة منظمة. فأنا عايزاكم تفكروا أنا طفلي ده من ساعة ما هو جنين بيتكون هو إنسان جوايا، وإزاي أتعامل معاه، إزاي أتكلم معاه، إيه الحاجات اللي اتطورت فيه وهو بينمو كل أسبوع من 40 أسبوع بتوع الحمل. لو حد عنده أي أسئلة بخصوص تطور الأطفال أو أي حاجة في الأطفال فياريت يكتب لنا في الكومنتس وإحنا هنحاول نجاوب عليها.